قيادة صحفية في شكل تعميم صحفي من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ونشرت على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع الفيسبوك. طبعا صفحة كبيرة يعني في أكثر من 2 مليون متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة العامة للقوات المسلحة، تعميم صحفي الأحد 17 أغسطس 2025، تأكيدا على سيادة حكم القانون وإحكاما للقيادة والسيطرة، وعملا بأحكام المادتين 14 و52 الفقرات 2 و3، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان قرارا بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، شرطا أنها تحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، ويطبق على منسوبيها. تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق. يسري القرار اعتبارا من، ولو نظرنا شوية للمسألة دي عشان نفهمها بشكل جيد، ده بيعني إنه القيادة بتاعت القوات في المناطق اللي تحت سيطرة القوات المسلحة ستكون بالكامل والكلية في يد الجيش. وده بيعني أي قوات مساندة، إذا كانت مقاومة شعبية، إذا كانت درع السودان، إذا كانت مستنفرين براء بن مالك، دي بطبيعة الحال هتخضع لقيادة الجيش وتعليماتها هتكون مركزية من قادة القوات المسلحة. طيب المسألة دي معناها شنو؟ المسألة دي معناها، أنا طبعا الحركات المسلحة هجي لها بنا. المسألة دي معناها نزع الإمرة والقيادة من قادة القوات المساندة. طيب بشكل عملي يعني شنو؟ لما أقول نزع الإمرة، بمعنى إنه كيكل تاني ما بيقدر يدي تعليمات لعساكره إنه يتحركوا من نقطة إكس إلى نقطة واي. بمعنى إنه الآن ده مشروع لاستيعاب القوة بتاعت كيكل، القوة بتاعت الاستنفار في الجزيرة، كتائب الكواهلة الموجودة في جنوب الجزيرة والبحر الأبيض، كتائب الشماليين الموجودة في نهر النيل وموجودة في الشمالية وفي ضنقلة وغيره. فواضح إنه دي خطة في المقام الأول بسهولة جدا جدا حتبتلع المستنفرين ديل. المشكلة بتبقى إنه المستنفرين ديل سيعاملوا كمستجدين في الجيش، ولما أقول يسري عليهم القانون بتاع القوات المسلحة يعني يعتبروا أفراد عاملين في القوات المسلحة، أفراد عاملين في القوات المسلحة. وده الكلام اللي أنا كنت بتكلم فيه في الفترة الماضية. يعني يا إخواننا الواحد حزين حقيقة، يعني حزين إنه الحاجات واضحة بالنسبة له وبشارك المسألة دي في العلن. يعني تخيل تتكلم في بث مباشر فيه 40,000 شخص، فده عدد كافي إنه الأشخاص اللي بيسمعوك، خصوصا إذا كان الكلام موجه للناس اللي بيسمعوك، يفهموا شنو اللي حيترتب على الكلام اللي أنت بتقوله. وبعدين الواحد يجي يعمل فيها متفاجئ، يعني مستغرب في الحاجة اللي حصلت دي. فالقرار ده بشكل أساسي مستهدف به القوة دي. القرار ما ذكر الحركات المسلحة، وتاني أنا هقول لكم القرار ده ما بيخص الحركات المسلحة في المقام الأول، لأنه الجيش ما عنده إمرة على الحركات المسلحة. ولو كان الجيش عنده إمرة على الحركات المسلحة، لأنه قاعد يسميها كقوات نظامية، بيقول الجيش والقوات النظامية الأخرى والحركات المسلحة. فالقوات المساندة مقصود بها بشكل أساسي مجموعة البراء بن مالك بشكل أساسي، بعد شبه التمرد الظهر. في شبه تمرد ظهر طبعا في الفترة الماضية من المجموعة دي لما تم اعتقال المصباح. شبه تمرد، هو ما تمرد، لكن في نوايا واضحة أو في رأي واضح عند أشخاص في المجموعة دي معادي أو مناوئ للبرهان. والرأي ده ظهر لما اتهموا البرهان بأنه هو وراء اعتقال الشاب ده. والمرة الموضوع وصل مرحلة إنه الناس بيقوا يتكلموا عن سحب القوات بتاعتهم من مختلف المحاور. كون إنه يسحبوا أو ما يسحبوا، وأنا كنت عارف إن هم ما حيسحبوا قواتهم لأنه ما عندهم القدرة يعملوا حاجة زي دي، إلا إنه مجرد التلويح بالأمر ده يعني إعادة النظر في القوة دي، إعادة النظر في القوة. وأنا بعتقد إنه احتجاز قائد الكتيبة في مصر وتحويل الكتيبة إلى كتيبة إسناد مدني في وسط السودان في الجزيرة بالتحديد في مدني، بالإضافة الآن إلى القرارات الأخيرة اللي أصدر القائد العام، ده كله حراك يصب في نقطة واحدة،
إنه هذه القوات ستفقد الفاعلية بتاعتها العسكرية والسياسية، وده بيسموه إغلاق الشريان. شايف كيف اللي بيديهم الزخم السياسي والعسكري عن طريق إحكام القبض عليهم بواسطة الجيش. ولا يمكن أن نفهم الحاجة اللي حصلت دي دون أن نفهم ما جرى في صميمة. ما جرى في صميمة هو كسر للعمود الفقري لقوات النخبة، كسر للعمود الفقري لكتائب المجاهدين، كسر للعمود الفقري لقوات كيكل، كسر للعمود الفقري. ولما نحن كيكل نجي نشوف فأنا بعتقد إنه الحاجة اللي حصلت دي كل حاجة بتقود لما ما بعدها، وقد يكون جزء من التأخر في إمداد القوة اللي قاعدة في صميمة سبب الحاجة دي. وغد والاحتمالات كلها مفتوحة طبعا. إذن الخطوة دي بشكل أساسي هي موجهة إلى درعا السودان، إلى كتيبة البراء بن مالك، إلى كتيبة البراء الخاطف أو كتائب الإسلام بشكل عام، كتائب الكواهلة في وسط وجنوب البلد، وبالإضافة إلى كتائب المقاومة الشعبية المتنوعة الموجودة في شمال السودان. القصة دي قبال ما الناس تفرح تحاول تفهم الحاصل شو. بالنسبة للحركات أنا أعتقد أن القرار لو كانت مرادة به الحركات لذكرت بشكل واضح. الجيش تكلم في البيان عن القوات المساندة. الحركات المسلحة ليست قوات مساندة للقوات المسلحة، ليست قوات مساندة، ولا حصل مرة واحدة من المرات الجيش وضعها تحت خانة القوات المساندة. القوات المساندة دي مقصود بها قوات المقاومة الشعبية بشكل واضح، يعني أي الكتائب التي تشكلت ما بعد حرب الكرامة. والموضوع ده لازم يتفهم. يعني باختصار كده يا اخوان، نحن دارين يقلعوا سلاحنا ويخطونا تحت إمرة القادة بين الجيش ويحولونا إلى مستنفرين. ودي رؤية الكباشي من بداية الحرب، ودي رؤية التيار داخل القوات المسلحة من البداية بتاعت الحرب، إنه ناس الشمال والوسط دي نحن نحولونا بندقية، قبلوا يحاربوا معانا كبندقية خير، رفضوا كويسة معانا كده نكون فرتقنا الكتائب بتاعتهم وحكمنا على السيطرة وجمعنا السلاح منهم مرة ثانية.